ومن معالم سعيدة التي لا تقل أهمية هي الأخرى معلم الساعة الشمسية الأكبر في إفريقيا. إذا الساعة الشمسية الأكبر في إفريقيا التي تحتل الصدارة في الساعات الشمسية كما ترون. هذا الشكل العجيب القيم الذي يعد من أهم معالم مدينة وولاية سعيدة ومن معالم الجزائر. نحن حينما نتحدث عن معالم سعيدة فلا نقصد سعيدة في حد ذاتها. مثلا أحمد وهبي لما غنى عن وهران وقال وهران وهران، فأحمد وهبي لم يقصد وهران كمدينة وإنما قصد الجزائر، كان يتغنى بالجزائر. فنحن عندما نزور الولايات ونتغنى بمدينة معينة فنحن لا نتغنى بمدينة تلك المدينة بقدر ما نتغنى بالجزائر. وصادفني موقف اليوم في سعيدة، يعني كنت أخذ صورة عند الحمام، مدخل الحمام، حمام ربي، فقال لي أحدهم بسخرية هذا معلم لا يشحن التصوير، وقال وأتم قوله بأن باريس أفضل. قلت له أنت لا تعرف الجزائر؟ يعني في الحقيقة الجزائر أعظم مما يمكن أن نذكره فيها. هذا الشكل الخابي تم ترميمه ايضا من طرف اساتذه وضع حرفيين. ولكن متى تم ادراج وتصنيف هذا المعلم؟ من زمان مدرج، لكن كان منسيا. نلاحظ تاريخ السنه الهجريه 1353 من شهر رمضان. إذا 1935 في جانفي افريل 1935 تم ترميم هذا المعلم من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية. السلطات الفرنسية لا نحن نشير الى هذا المعلم متى يعني بناء او تشييد هذا المعلم كمعلم من قبل السلطات 1935. يعني كان الاحتلال الفرنسي متواجدا بهذه المنطقة. فنشكر الاستاذ، يعني لاحظوا معي هذه في كل شيء، كل الحسابات القمريه والشمسيه وكل شيء. ولكن نلاحظ انه ليس هناك حتى البوصله حتى خشت يعني مي. لاحظوا يعني ستجد فبراير وليس فيفري، يعني نونمبر على تاريخ الاشهر المغربيه كما ينطقها اخوتنا المغاربه او المغرب. دينمبر وليس ديسمبر. لاحظوا معي، لاحظوا تلك من فضلك قرب الصوره. وحسابات دقيقه جدا، حسابات رياضيه دقيقه جدا. فوق المبنى هناك ايضا تشكيلات هندسيه بالوقت، تتعلق بالوقت والساعه. سبحان الله. إذا وتقع هذه الساعة في ساحة الأمير عبد القادر مجانبة للمسجد، مسجد الأمير عبد القادر الذي هو أيضا معلم مهم. ولكن يبقى المسجد العتيق الذي سنزوره إن شاء الله الجانب الشرقي. إذا نترككم مع معلم آخر من معالم سعيدة، ونجدد شكرنا للأخ والأديب رشيد مسكين، ونرجو له المزيد من العطاء والتفوق في مجاله الإبداعي الأدبي وفي حياته أيضا. إضافة إلى ذلك أن كل هذه المساحات الأموية التي رأيتموها كانت في حالة لا يفعلها، تم تجديدها وتجديدها بفضل السلطات المتعاقبة. يعني إذا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن من خلالكم نوجه شكرنا لكل الذين يسعون إلى استظهار هذه المعالم وإحيائها وترميمها وتجديدها، وهي معالم تجسد السياحة الوطنية. أنا أعطيكم ملاحظة أيضا، مقهى مولودية سعيدة، يعني مقهى قديمة قديم، يعني وقت من المقاهي القديمة، مقهى شعبي. وكانت في هذا المقهى تقام حفلات
حفلات شعبية، حفلات حتى الأدباء، حتى الشعراء، حتى يأتون إليها. هنا كانت مقصد العديد من الزوار، ونحن نزورها. نعم. يزورها معكم الرحالة عبد القادر المسكي والشاعر زياني عبد الله رفقة الأديب والشاعر والكاتب رشيد مسكين. نتوجه الآن إلى مسجد العتيق.